سلام يا ابونا، انا بنت وخادمه لسه متجوزه جديد من سنه ونص، عندي مشكله كبيره مبوظه حياتي. خالة جوزي اكتشفت انها بتعمل لي اعمال في اول جوازي، عملت لي اني اتربط وامرض، وفضلت 6 شهور وانا متجوزه ومش متجوزه، وطول ال6 شهور دول كنت بروح لدكاتره ومش لاقيين مشكله جسديه او عضويه، وكل ما اروح لدكتور مسيحي يقول لي تناولي كتير. فكلمت كاهن ورحت له وصلى لي، واستمريت في التناول والميه المصليه، وابونا قال لي تتناولي على قد ما تقدري وخدي الميه المصليه ديت، وانا بتناول وكل حاجه، وصوت جوايا بيقول لي هتتعبي لو اتناولتي ويلا روحي. جوه القداس يعني بيجي لها حرب. كنت حاسه بدوخه وعرقت جدا، وقلبي كان بيدق بسرعه وبطني وجعاني، مع ان طول القداس كنت كويسه، بس حصل كده وانا رايحه اتناول اتغلبت على تعبي ورحت اتناولت، وتاني وتالت يوم كنت بحس بنفس الاعراض ساعه التناول. بس ابتدى يخف وحاليا انا كويسه وزي الفل، بس خالته مش سايباني في حالي، وحاولت تخرب بيتي اكتر من مره وتبوظ علاقتي بحماتي وبكل الناس، وبتطلع عليا اوحش كلام، وما زالت مستمره، واكتشفت انها هي اللي بتعمل كده من كذا حد من بره، وعملت كده علشان كانت عاوزه تجوز بنتها لجوزي، وانا ماليش ذنب في كل حاجه والى اخره. انا حاسه ان انا اتظلمت ومش لاقيه حل، والعيله بيتكلموا كتير وكل حاجه بتوصل لي بحكم اني ساكنه. بصي بقى يا بنتي، في دلوقتي مشكلتين. المشكله الاولانيه مشكله العمل اللي عملته فيكي، وبعدين لما انت اتناولتي الدنيا اتحسنت. انا في حكايه الاعمال والسحر والحاجات دي، ده مش منهجي وما استلمتوش من ابائي، نتيجه قناعه في الكتاب المقدس. القناعه دي بتقول ايه؟ ايتين هقولهم، واحده في سفر روميا، واحده في سفر الملوك. اللي في سفر روميا، وعاوزكم تحفظوها صم عشان الستات عندهم قابليه لتصديق الحاجات دي اكتر من الرجاله. الايه بتقول ان كان الله معنا فمن علينا، حط نقطه وخط وما تتكلمش في الموضوع ده تاني. اذا كان ربنا معايا مين ده اللي عليا؟ عاوزين تقنعوني ان الشيطان ليه سلطان على انسان بيحب الله وبيتناول؟ ممكن يحاربه، يشكسه، يبعت له ناس تشتكيه، حسد ابليس يبعت له ناس تعمل كده، لكن حكايه الاعمال واتربطت وما اتربطتش ورحت وما رحتش، انا مش دي دنيتي خالص. نمره 2، لما انت صليتي واتناولتي واخدت ميه لقان وشربتيها اتحسنتي، يبقى الاسلوب الروحي في جهادك انت هو اللي يعمل. الناس تقول طب شوف لنا حد بيصلي، طب ما انت تصلي. يبقى انا ما قلتلكمش الايه الثانيه. الايه الثانيه قالها إليشع على جحزي، بيقول لا تخف لان الذين معنا اكثر من الذين معهم. فاذا كانوا اللي معانا من قوات سمائيه اكتر من كل القوات الشيطانيه، ازاي بعد كده ارخص ايماني واقول اصلك انت عندك باور وانت في عينيك مش عارف مالها، وانت رحت عملت لي سحر وانا بقى ماشي اتكسح؟ ربنا سايب ولاده يتكسحوا بقى وما بيحموهمش بقى. ايه الكلام ده؟ فين ربنا ضابط الكل؟ المسيح بيعلن كده، بيقول له اسمع يا بطرس، ده الشيطان طلبك وطلبكم يغربلكم كالحنطه، بس انا واقف وما سمحتش. يبقى اللي معانا اكتر من اللي علينا، واذا كان ربنا معانا فمن ده اللي علينا؟ بولس بيقول يعني انتوا بتقولوا ايه؟ اذا كان ربنا معانا ده مين ده اللي يكون عليك؟ طب بتحصل تجارب، تجارب للبنيان، تجارب للصلاه. ممكن الشيطان يحارب ولاد ربنا، ده ما عندوش شغل غير كده. انا ما قلتش الشيطان ما بيحاربش، لكن حكايه بقى اعمال وشربة سحر ودلقت ميه على عتبه باب وعتبه بيت، ما تبعتوليش الاسئله دي. اوكي؟ للاسف في ناس بتروج لكده، وفي ناس لابسه اسود بتقول كده وبتبلبل الناس. التعليم ده ما بيبنيش، التعليم ده بيخلينيش اصلي، خليني عايز واحد يصلي لي. التعليم ده بيخليني ما بجاهدش طول ما انت ماسك في ربنا وماسك في مزمورك.
وماسك في توبتك، بتقع بتقوم، وبتجدد عهد محبتك وبنوتك للمسيح، محدش يقدر عليك ابدا. كان من باب اولى الشيطان بقى بهدل الكهنوت كلهم وبهدل القديسين. مفيش سلطان في حرب، بس مفيش سلطان. الجزء الثاني علاقتك انت بخالة جوزك والتوتر اللي بينكم من بعض. صلي ان ربنا يغير قلبها. ولو في عندك حاجتين، يا اما جوزك هو اللي يتكلم ويقول انا بسمع فيه كلام عن مراتي، انت ما تتكلميش، جوزك اللي يتكلم. يا اما انت تكوني في قامه، انا ما اعرفش قامتك الروحيه ايه، انك تبذلي ما يسمى بالميل الثاني. هاتي لها هديه وروحي لها لو تقدري، بس صعب على الستات يعني، خلونا واقعيين يعني تقول لي موتي اهون، مش هروح عاده يعني. فانت تعملي الميل الثاني، انك انت تقدمي محبه وتقدمي صلاه وتقدمي محبه، ومش قادره يبقى جوزك يعاتبها ويقول ما حدش يتكلم على مراتي، الكلام بيوصل لنا وده بيجرحني انا، بس انت ما تتكلميش. وصلي يا بنتي وربنا ينجيكي من كل الشرور، بس بلاش حكايه ان تؤمني بالسحر والاعمال دي، مش عجباني. سلام يا ابونا، بيني وبين زوجتي مشاكل بخصوص المصروف، لان دخلي ضيق، هي بتشتغل ودخلها اعلى من دخلي. بدات تضايقني بالكلام وتلقيح الكلام، واوقات كتير قوي بتعايرني، يعني انت بتجيب كام يعني. وفي يوم من الايام تليفونها اتصل بيا بالغلط وهي في العربيه مع صاحبتها، وكانت بتتكلم مع صاحبتها عليا باسلوب مش كويس، وكانت بتقول لصاحبتها اني بستغلها، وشتمتني بالام قدام صاحبتها. وبعديها فضلت تقارن بيني وبين اللي كانت بتحبهم قبل الجواز ورفضتهم وندمانه طبعا. انا سكت، ولما رجعت واجهتها بالكلام واعترفت وقالت عادي، ده كلام البنات. احنا متجوزين بقالنا 15 سنه وعندنا اولاد، بس انا تعبان جدا من ساعه ما الموضوع ده حصل، ومن ساعه ما سمعت المكالمه، ومش قادر ابص في وشها بامانه ولا ارجع طبيعي زي الاول، بالرغم انها اعتذرت، بس انا فقدت الثقه فيها لانها ملهاش خير في جوزها اللي بيحبها، لاني حاسس انها انسانه بوشين وشايفاني قليل في عينيها. انا تعبان جدا، اعمل ايه؟ ما خبيش عليك، الجرح كبير. مفيش راجل يقبل ان مراته تتكلم مع واحده صاحبتها عليه، مهما كانت مبقوقه، مهما كانت متضايقه، مهما كان هو غلطان، تكلم ربنا وتكلم اب اعترافها. لكن لا تكلم حد من عيلتها ولا تكلم حد من صاحباتها. والكلام ده ليكوا يا بنات، مفيش حاجه اسمها ده كلام بنات وكلام ستات. الزواج المسيحي له قدسيه، يعني اللي بيني وبين مراتي واللي بيني وبين جوزي ما ينفعش اتكلم فيه مع حد. زي ما انا قلت، اب الاعتراف اللي مربيني ومؤتمن ومختبراه ازاي بيربي وازاي بيكبر وازاي بيحافظ على سري، او مرشد روحي او كونسلر الكنيسه معتمداه وكلامه متعمد بوصيه المسيح، مش بيقول اللي هو عاوز يقوله. ممكن تفتحي قلبك مع بعض الناس، لكن اي حد تاني لا، لان هنا جرح في الثقه، في الصميم. تصوروا لو حصل العكس وجوزك كان بيكلم واحد صاحبه يقول ده مراتي نكديه واستغلاليه ودي بنت كذا، دي شتمته بالام. هل ده ممكن كلام يطلع من انسان مسيحي او انسانه مسيحيه؟ ده الشتيمه دي تودي في داهيه. بس انا بستغل المواقف دي عشان تبقى دروس ليكوا انتوا في الحياه العمليه. اللي بيحصل في البيت ما يطلعش بره البيت ابدا. والجهه الوحيده المؤتمنه في حاله الفضفضه هي الكنيسه، لان الكنيسه مؤتمنه على اعمار البيوت. لكن هنحكي لاصحابنا، صاحبتك هتقول لك ايه؟ هتقومك اكتر، تقول لك ده انت مستحمله كتير قوي قوي قوي، ما تسيبي له البيت. لا بعد عنكم. اخي توفل بقى شغال، اخي توفل واكل عقول الناس. فالنصايح كلها بقت نصايح سودة، حتى على الميديا.
الناس اللي بتتكلم على عمار البيوت وهدوان السر بقت قليله، والناس اللي قاعده تقوم بقت بشعه. الدنيا اتغيرت، الجواز ما بقاش جواز. معلش يا حبيبي، انت اتظلمت، واكتر واحد اتظلم المسيح، فهو اكتر واحد يحس بيك. انت بتقول انت مش طايق تبص في وشها. اعتقد انك انت لو صليت وكلمت ربنا وقول يا رب سامحها وسامحني، اكيد انا برضو جبت سيره حد قبل كده حتى لو ما كانتش مراتي، ولعلك لو كنت مدقق في ال15 سنه اكيد برضو اشتكيت مراتك لحد، يمكن يعني الموضوع ما يخلاش. ومع الوقت ربنا هيغير قلبك وهيخليك تنسى غلطتها. لكن طبعا انا معاك انك انت ممكن تكون مجروح. ابونا انا عندي سؤال تعبني. بنقول في لحن افرحي يا مريم ليس لنا دالة عند ربنا يسوع المسيح سوى طلباتك وشفاعتك يا سيدتنا كلنا يا ولدة. ده معنى كده يا ابونا ان ما يكونش عندنا دالة مع ربنا، والصلاة ما بتوصلش لربنا الا لو تشفعنا بالست العذراء؟ لا يا حبيبي، انت لك الحق تتكلم مع ربنا. وانا قلت لكم في الاسبوع اللي فات واللي قبله ان لما الكلام يكون من القلب في ثقة وصراحة ودلة، وبالتالي أنا ممكن أكلم. واديتكم مثلا لما إبراهيم كان بيساوم ربنا على سدوم وعمورة، فالدلة موجودة. لكن علشان الكنيسة القبطية بتميل قوي لفكرة الاتضاع والانسحاق في الصلاة، فبقى أنا بقول للعذراء بصي، هو أنا ماليش وش أكلم ربنا، ابنه بس أنا ملخمطها. يعني عارفين يعني إيه ملخمطها؟ عارفين لما واحد ياخد أمه معاه، لا بص يا ماما انا غلطان غلطه كبيره قوي، انا عارف ان بابا بيحبني ممكن، بس انا مش في حاله الدله، انا في حاله الاعتذار وفي حاله الخجل. ممكن يا ماما تيجي معايا بس اقفي، بصي انت لو حطيتي ايدك على كتفي وانا بكلمه هتبقى الدنيا زي الفل. وبعدين احنا بنحب الست العذراء قوي، فعشان بنحبها بنقول لها بقى ايه، وتعالي لي بقى في وقت وفاتي ولمؤامره الاعداء اهزمي ولابواب الجحيم اغلقي. انا بقول لك اهو تيجي في الساعه الصعبه دي. حياة الإحساس بتاع القبطي اللي حاسس خجلان من خطيته وواخد أمه معاه. وهي في مشكلة العذراء تبقى أمنا، لو بصيت لها بالموضوع ده هتحس إن الشفاعة صداقة أكتر من هي بتفقدك الدالة مع الله. لكن أنت ممكن تتكلم بالدالة مع الله، بس لما الواحد بيكون خزيان ما بيبقاش في حالة الدالة. على فكرة لما يكون خاطئ ما يكونش في حاله الدلع، عاملها على روح يعني عامل الخطيه كده ومكسوف ومن ريحته، فبقول لها ماما ريحتي وحشه تعالي معايا. عشان فاهمين الفكره؟ ما قصدتش كده قوي يعني. يا ابونا في الاجتماع زمان كان في سؤال بيسال كيف الله غير محدود تجسد في جسد محدود، وقدسك جاوبت وقلت في الاجتماع ان كان الله في كل مكان ليس في الجسد نفسه، ومثلتها بالهوى اللي جوه الكنيسه وخارج الكنيسه. يعني اللاهوت كان جوه يسوع وبره يسوع في العالم كله، وقلت زي ما هو جواه وبره كمان الله لم يحد بالجسد. هل معنى كده يا ابونا ان جزء من الله اللي كان في الجسد؟ يا ابني لا، ده الايه واضحه قوي بتقول فان فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، يعني اللاهوت كامل جوه واللاهوت كامل بره، بس انت مش قادر تتخيلها. لكن هو جوه الله لا يحتوى. مش معنى انه اتحد بالانسانيه في شخص يسوع ان الجسد ده حده او كانت حته قد كده من الله، لا، الله بالكامل جوه والله بالكامل في العالم كله. سلام يا ابونا، انا كنت بعت لقدسك السؤال ده عندي 14 سنه. 14 سنه يعني اعداديه ولا ايه؟ ما بين تانية وتالتة اعدادي. اوكي. وبنعمة ربنا بجاهد في الحياة الروحية، برافو يا حبيبي. بس مؤخرا بقيت تجيني افكار الشك في الحياة الروحية. يعني زمان قبل التوبة ومعرفة الله كنت لما بسمع عظات ما كنتش بحس بعمق ولا اي حاجة، وبعد كده ربنا افتقدني وعرفته وحبيته وبعيش فيه وليه حلو قوي. بس مؤخرا بقيت تجيني افكار شك، وهل فعلا ينفع الحياة الروحية؟ وهل ينفع العمق مع ربنا؟ والافكار دي بتشككني في صلاتي وسماع ربنا ليها. وهل ربنا اساسا مهتم بصلاتي دي؟ يعني
بصوا بقى، وفي بقى افكار التشتيت، هو السؤال كبير لكن هو دوت فحواه. بص يا حبيبي، انا هحكي لك على مثل. في مثل قاله رب المجد يسوع المسيح، قال ان في حاجه اسمها الحنطه. الحنطه اللي هي ايه؟ حبوب القمح. فاتغرست فابتدت تجيب ثمر حلو. ده اللي هو حالتك، انت ما كنتش تعرف ربنا وبقيت تعرف ربنا، فابتدى القمح يطلع، السنابل تطلع. فجه عدو شرير وحط بذرة تانية اسمها الزوان، شكلها من بره زي القمح بس هي مش قمح. اهو الشيطان عمل فيك كده. انت ابتديت وتقرب لربنا، فالشيطان ايه ده هنسيبه بقى يحب في ربنا بقى ويكبر ويسيب الخطيه ولا ايه؟ فلقاك جد ماسك في ربنا، فقال لك نحط في الارض بتاعته افكار شك. مين انت عشان تقف قدامه؟ ويا ترى هتكمل الطريق؟ طب انت دلوقتي كويس، انت ضامن نفسك كمان 15 سنه تبقى ايه؟ طب ولو حصل؟ طب ولو رحنا؟ طب ولو احنا جينا؟ طب لو ربنا يسمع صلاة؟ ومعقوله بقى في المليارات دي كلها ربنا يسمعك انت؟ طب دي زحمه قوي، يعني ربنا يسمعك ازاي؟ ويبتدي يجيب لك شويه افكار 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 افكار. بس انا قلت قبل كده يا حبيبي اكتر من مره، افكار الشك لا تناقش بل تنتهر. افكار الشك لا تناقش بل تنتهر. لأن اللي عمله الشيطان مع آدم وحواء نشككهم في ربنا وفي صدقه وفي أمانته. قال لهم ده مش هيحصل، لن تموت، ده بيضحك عليكم. ابتدى يشككهم في إن ربنا ممكن يعاقبهم، ابتدى يشككهم في كل حاجة، فبقت سهلة الخطية. فأفكار الشك ما تتناقش، أوكي؟ انتهر. بدون ذكر اسم من فضل قدسك، أنا زعلان من ربنا جدا. 15,000 جدا، 15,000 جدا، 15 جدا، عشان أقول لكم بس شعور، و3 جدا كل واحدة ب15,000 يعني. علشان عندي سنين طويلة ساكت ومش عايز، هو اللي ساكت ومش عاوز يجيب لي حق من اللي ظلموني وسرقوني. وبيقولوا العذراء مش بتكسب حد بيطلبها، لا بتكسب حد ومش حاسة بأمومتها ولا حنانها، بالرغم ان يتيمة الأم وما جابتليش حقي. أرجو الصلاة من أجلي ومن أجل رجوع حقي وتعويض الله عن اللي شفته في حياتي. من ناحية ربنا هيعوض، ربنا هيعوض، بس مش بالضرورة بالطريقة اللي أنا عاوزها. تاني افهموا، تدبير الله وحكمته فوق إدراكنا. إحنا هل النملة ممكن نملة ماشية تفهم أنت بتفكري في إيه وأنت ماشية؟ ما تجيبكيش. إحنا بالنسبة لربنا كده. في بعض الإعلانات بنفهم قصد الله، وفي بعض الإعلانات نفهم عن ربنا إرادته إيه في الموضوع. في أوقات ربنا بيتدخل ويجيب الحق، وفي أوقات ربنا بيبقى شايف بعد تاني خالص، إن أنا ممكن أعوضك. يمكن الحق اللي هو كام إيراد في الأرض أو نص فدان ما يجيلجيش، بس أنت تثق إن أنا هبسطك أكتر وتعيشي معايا في فرح أكتر. إحنا بقينا نحدد لربنا عاوزين إيه، بس ربنا مش كده. وبعدين ربنا قال في ظلم في العالم، وفي افتراء في العالم، وفي نصب في العالم، وفي كذب في العالم. ده الكهنة بيتنصب عليه. واحد يكون عامل نفسه بقى مش اسمه المقدس فلان ولا المقدس، هو بيبني عبارات، وابونا يشوف له شقة لابنه ويكتشف ان ابنه لما كبر، انا بقول قصص شبه حقيقية يعني، لا المقدس ده ما طلعش مقدس ولا حاجة يعني، والشقة ما جاتش. ابونا بقى يعمل ايه؟ هيدعي على الراجل ما يقدرش. فبيحصل. عايز اقول لك حاجه جت يا بنتي في سفر الرؤيا. في سفر الرؤيا يوحنا شاف منظر، ان شاف المذبح موجود وتحتيه نفوس الشهداء، وقالوا لربنا كده انت ليه سايبها؟ ده بيترموا للاسود، ده بيتولعوا بيهم زي عواميد النور، يحطوهم في زيت ويلفوهم زي السوشي كده، اللي يعرف السوشي، ويولعوا فيه طول الليل عشان يولعوا بيه شوارع روما. ده غير الستات اللي اترمت في الزيت المغلي. يعني كان في انواع. فالناس اللي في السماء شايفه، بتقول له يا رب لغايه امتى؟ ما تعمل حاجه. استنوا شويه، استنوا يسيرا. على فكره يسيرا دي لسه ما جاتش، لان لما يكمل العدد ربنا هيقفل الدنيا. فبيقول انتظروا يسيرا. يسيرا دي من 2000 سنه لسه ما جاتش. فهيبقى في ظلم.
بصوا يا جماعة، في فرق بين الدراما اللي لازم تنتهي فرح الجمهور والناس تطلع البطل انتصر والحق رجع لاصحابه والمؤامرة انكشفت. احنا عندنا لو افترضنا مع التمثيل البايخ اللي انا بمثله، الدراما بتاعتنا مفتوحة لغاية الأبدية. ففي فصول هتنتهي هنا، بس كلمة النهاية مش هتشوفها إلا في مجيء المسيح التاني. فأوقات إحنا بنعلم الناس بطريقة رومانسية، عشان حكينا قصص كتير قوي على بوسيفين وقصص كتير قوي على ميرجرجس وقصص كتير قوي، وإن حصل ومش عارف مين وحصل فالناس يحصل لهم التباس. يعني يحصل لهم التباس، اشمعنى في الدير بتاع ميرجرجس كان بيلف بالحصان بتاعه وطفش الناس، واشمعنى بوسيفين نزل وانقذ الرهبات من اللحمه المسممه؟ ما اعرفش، قصص كده كتيره منوعه سمعتها. انا ما بقولش ان ده ما حصلش، بس مش بالضروري يحصل في كل مره، لان ممكن دير يتحرق، ممكن الرهبان يتقتلوا. امال ال40 اللي اتقتلوا دول بنكتبوا في السنكسار اتقتلوا كانوا خطاه؟ كانوا ابر من الرهبات ولا اقل من الرهبات؟ لا، ملهاش لازمه. في كده وفي كده. عشان كده مسيحيتنا مسيحيه واقعيه. اذا كانوا صنعوا هذا بالعود الرطب، اذا كان المسيح اللي بلا خطيه حصل فيه كده، فطبيعي ان هيحصل في اولاده كده، متشبهين بالامه. المسيح اتظلم، هيبقى فيه ظلم على الارض. المسيح جابوا عليه شهود زور، عشان كده في اخ بيزور عقد ويمضي عليه شهود زور عشان ياخد الارض بتاعت ابوه كلها وما اديش لاخوه حاجه. في كده وبشوف كده وبتعامل كل يوم بكده. فعشان كده نحتاج نظرة المسيحية الواقعية ونشوف المسيح قال ايه. في العالم سيكون لكم ضيق. ما قالش اي حد يقرب لكم وياخد منكم قيراط ارض تاني يوم هجيبه لا، ما قالش كده. في ظلم، بس في ربنا. فكرة بقى ان احنا ما بنفرضش على ربنا يعوضنا ازاي. احنا بنقبل تعويض الله واحنا واثقين ان ممكن كل حق يروح، بس ربنا يخليني اسعد واحد في العيلة. ازاي؟ ده شغلته بقى. انت خدت فلوسي بس الاقيك تعيس يا عيني، ومن عيا لعيا، ومن فقر ولخبطه وفلوس تخسرها، وعيالك طلعوا وتلاقي انا على قدي، وعيالي دخلوا كليات الحكومه بتاعت القمه من غير ما ادفع ولا مليم. ده ستر ربنا. يقول لك انت لو تحسب انا عملت ايه معاك في اولادك باكتر من اللي انت بتدور عليه، بس انا مصر ان العدل يتم بالدراما اللي في دماغي انا. ده مش صح. سلام يا ابونا، عندي 32 سنة، متزوج. قبل الزواج كنت إنسان خاطئ جدا بمعنى الكلمة. ما فيش حاجة في الدنيا أنا ما عملتهاش، كل الخطايا اللي في الدنيا عملتها ما عدا القتل. وبعد الجواز مريت بفترة صعبة خلتني أقرب من ربنا وأشكر ربنا. اعترفت على كل الخطايا دي وبطلت 70% من الخطايا. بس حاليا أنا الخطايا اللي بعملها ممكن الحلفان، الكذب، حاجات بسيطة في الشغل كده علشان الدنيا تمشي، أو مثلا العصبية، دي الخطايا. لكن كل الخطايا الوحشة والنجاسة والقبيحة أنا بعدت عنها تمام. وفي يوم من الأيام كنت بصلي الصبح أبانا الذي في السماوات قبل ما أنزل الشغل، وبالليل بصلي صلاة النوم. قلت لربنا، وقلت له يا رب أنت راضي عني؟ طيب هو أنا دلوقتي كويس ولا وحش؟ زي زمان؟ أنت سامعني؟ طب أنت قابلني؟ وفضلت أقول لربنا يا رب يا ريت تجاوب عليا، حتى لو ترد عليا في حلم أو رؤية. ده بيحدد لربنا الوسيلة يعني. أوكي. وأنا نايم، يعني بقول ربنا تجيب لي رؤية أو حلم وأنا نايم. وبعدها نمت وحلمت بحاجات نكسة وحاجات وحشة. فهل دي إشارة من ربنا؟ ومعناها إيه؟ يا ابني ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ بص يا حبيبي، توبتك عن اللي فات مقبولة، وجهادك في الحاجات اللي انت شايفها صغيرة زي كذبة، شتمة، حلفانة، تغطية، عصبية، لا محتاج تجاهد فيها. من أخطأ فواحدة صار. فأوقات الناس لما بتبطل خطايا كبيرة، واحد كان مدمن بطل إدمان، واحد كان عايش في زنا وبطل زنا، فيعش إن هو خلاص نقلنا. لا، الحاجات الصغيرة اللي انت بتقول عليها دي لو ما توبتش عنها هتبقى مانع.
فسكة الجهاد مفتوحة، لكن انت مقبول لان وعد ربنا صادق. انت لا محتاج رؤية ولا حلم، وما تجربش ربنا لو سمحت. انت مقبول لان هو ربنا وعده صادق، قال محدش هيجيلي وارده الى خارج، صح ولا لا؟ فبما انت رجعت لربنا وبتحب ربنا وبقيت تصلي صلاة النوم وتصلي ابانا الذي قبل ما تنزل الصبح، يعني انت نيتك القلبية انك ابن ربنا، بتصلي كتير بتصلي قليل، انت ماشي في السكة الصح، بس جهادك يزيد وما تحطش علامات لربنا. قل له اجعلني مقبول في دمك، اجعلني مقبول في رحمتك، اجعلني مقبول بعمل روحك القدوس فيا. خليها تمنيات بس بلاش الاشارات، لان عدو الخير ممكن يستغلها اسوأ استغلال. بص يا بنتي، واحدة بتتكلم على، هو ده آخر سؤال أختمه، هو كده طويل قوي قوي قوي. أنا بنتك داخلة تانية ثانوي دفعة 25-26، يعني هي السنة دي في تانية سنة. بمر بوقت صعب جدا من الحياة الروحية والنفسية. أنا تعرضت للتحرش في بيت ما فيهوش احتضان وما فيهوش حب. اتعرضت للتحرش وانا صغيره وما كنتش فاهمه اي حاجه ايه اللي بيحصل، وللاسف مع احد افراد العيله، لدرجه ان لما بشوفه مش طايقاه بس برضه بنشوفه. وبعدين هي في سن معين وقفت واقفه وقالت له لا، لكن هي مش طايقه نفسها ولا طايقه. وبعدين قالت لامها نقول للبابا، امها قالت لها لا. وبعدين جيت اعترف مع اب اعتراف كنت بعيط، فقال لي يا بنتي في حاجه انت مخبيها عني. ما قدرتش اقول له، كرهت حياتي اكتر ودلوقتي مش بحب حد خالص وبحاول انتحر، وحرفيا مش قادره اتكلم مع اب اعترافي. احيانا لما بتعب قوي بنزل ستوري، هي كاتباها الف س ت واو ر، فكانت يعني بنزل ستوري دينيه حزينه، واصحابي وكل اللي عندي بيسالوني مالك، بقول لهم انا زي الفل، وساعات بخترع اسباب تافهه عشان اخبي بيها حزني. بص يا بنتي، انا جاوبت وقلت محاضره كامله على الموضوع ده، بس انا هقول لك نصيحه صغيره. لن تتحرري الا لو فتحتي قلبك وحكيتي. وانت بتحكي هتبقى في معاناه، لان للاسف البنت لما بتفتكر الكلام ده وتيجي تقوله، الحدث بيبقى متصور في دماغها فبتعذب نفسها مرة تانية. فعلشان هي مش عاوزة تعذب نفسها مرة تانية بتكتم، بس الكتم بيخلي ضغط الحلة البريستو اللي جوه هينفجر جواكي. بدء التحرر ان ما دام ربنا ادى نعمة لأب اعترافك وحس ان في مشكلة في حياتك وسألك مرة واتنين، انا بس ما قريتش السؤال كله، لازم تروحي وتحكي له وتقول له انا مسجونه، حاسه ان انا مش نظيفه، حاسه ان اهلي ما دفعوش عني، حاسه ان ده انسان بكرهه ومش ممكن اسامحه. قولي كل اللي انت عايزاه مقبول. وانا اعتقد لو رجعت للكلمه دي هتكون تقريبا يا في نوفمبر يا في ديسمبر 23، في الحته دي كده على ما اعتقد. اسمعي يا بنتي العظه دي، او ما اعرفش كان ليها يعني، اكتبي مثلا كده اجتماع الراعي الصالح او قدس ابونا فلان، واكتبي التحرش، اعتقد هتطلع. فارجوك يا بنتي اسمعي العظه دي، حتى اللي ما سمعش الاجابه وما سمعش العظه دي وتعرض لموقف مشابه اسمعه، لان فيها خطوات للحل.